أهلا بيكم في قناتنا. النهاردة بنكمل حكاية المقاتل لو، وفي أول مشهد النهاردة بنلاقي لو بيفكر يستخدم قوته الروحية ضد ويليام، ولكنه بيغير رأيه في آخر لحظة علشان يفتكر إنه جه المخيم ده علشان يقوي نفسه مش علشان يخش تحديات ويكسب فلوس، وبيتحرك بسرعة وبيقدر يرجع سلاحه اللي وقع منه. بس ويليام بيهجم عليه تاني بسرعته وبيحدف عليه الأسهم بتاعته، ولكن لو بيستخدم القوة الرعدية علشان يتفادى الهجوم، وكمان من قوة الضربة بيقدر يغلب ويليام. وكله بينبهر وبيتصدم ان لو المبتدئ قدر يغلب مقاتل شبه محترف زي ويليام. لما بنرجع للبوليسين بنلاقيهم بيتفرجوا على القتال، وبول بيكسر الكوباية بتاعته من كتر الغيظ ان لو كسب، وويليام بيسأل لو لو هو مخبي حاجة عنهم، ولكن لو بيقول له انه كسبه علشان هو اقوى واسرع. وفي نفس الوقت بنلاقي نينا بتقول ان لو مش مقاتل روحي، ولكن بول بيقول انه شبه متأكد ان لو مقاتل روحي علشان بيشوفه وهو بيعمل حركة معينة بايده بتفكره بطريقة قتال المقاتلين الروحيين، وبيقول لمراته ان لو هو اللي قتل ابنهم. بعد كده بنشوف شوشانج بيعرف لو على مقاتلة جديدة جميلة، ولو بينبهر بخفة خطواتها، وبنعرف ان اسمها شان فانج، وبنلاقيها بتقول للو ان في 4 مستويات للقتال بالسيف، وإن ويليام يعتبر في المستوى الثاني، وبتتحداه إنه يهجم عليها بالسيف بتاعه، وبتوعده إنها مش هترد الضربة. ولو فعلا بيسمع كلامها، ولكنها بتعرف توقفه بكل سهولة، وبتضحك عليه وبتستغرب إنه غلب ويليام. فلو بيقول لها إنه أقوى منه، فشانج فانج بتقول له إنه فعلا أقوى، ولكن ما عندوش المهارة الكافية علشان يوجه القوة دي. بعد كده بنشوف له شانج فانج في أوضة غريبة، وبنعرف إنها أوضة الجاذبية اللي معمولة من مادة قوية جدا، وإن فيها تكنولوجيا حديثة فوق إمكانيات البشر. وبنعرف كمان إن الشخص الوحيد اللي يقدر يتعامل مع جاذبية الأوضة هو أقوى مقاتل على وجه الأرض. بعد كده بنلاقي شانج فانج بتختبر لو، وبتعلي الجاذبية 9 مرات عن الطبيعي، ولو بيقع على ركبه ومش بيعرف يقوم. وشانج فانج بتقول له إن الجاذبية ممكن تزيد 1000 مرة، وإن مفيش أوضة تانية زي دي في العالم. في نفس الوقت بنعرف ان البوليسين بيخططوا لقتل لو، وفي اللحظة دي بنلاقي مجموعة كبيرة من الوحوش بتهجم على المدينة، وبنلاقي الطلاب في المخيم بيتبلغوا باللي حصل، وكلهم بيبدأوا يفقدوا أعصابهم. وفي نفس الوقت بنلاقي الجيش أعلنوا حالة الخطر علشان بيشكوا ان قائد الوحوش دي هو وحش من أخطر وأقوى وحوش العالم. ولما بنرجع للمخيم بنكتشف ان شي شانج والمفوض هيروحوا يحاربوا الوحوش في المدينة، وبنلاقي لو عمال يفتكر اللحظة اللي بص فيها في عين تمثال التنين لما وصل للمخيم، وبيقول لشاورا انه مش مرتاح للي بيحصل، وبيقرر يروح للمدينة بنفسه بالرغم من ان المفوض طلب منه انه يفضل مكانه. وفي اللحظة دي بنشوف المفوض في الطيارة وهو بيبص على الوحوش اللي بتهجم على المدينة، وبنعرف انه بيحاول يدور على القائد بتاعهم. في نفس الوقت بنلاقي لو بيتسلل لطيارة شحن للمعدات الطبية متجهة للمدينة. ولما بنرجع للمعركة بنلاقي قائد الوحوش بيدمر العازل اللي بيحمي المدينة، وبنشوف مقاتلين الحرب وهم بيحاربوا الوحوش الطايرة. وبنلاقي ناينا بتقرر تلغي كل الدعم الحربي للمدينة، وبتلغي كمان طيارة شحنة المعدات الطبية اللي لو بيبقى فيها. ولكنه لما بيعرف اللي حصل بيلحق يوقف الطيار قبل ما يرجع. ولما بنرجع لرجالة الجيش في المدينة بنلاقي وحش عملاق بيظهر وراهم، وبنظرة واحدة بيقدر يجمدهم كلهم، وكمان بيصدر موجة طاقة كبيرة بتوقع كل الجنود. وفي نفس الوقت بنكتشف ان لو وصل للمدينة. ولما بنرجع للبوليسين بنلاقي ان ناينا عرفت ان لو غير وجهة الطيار، وبول لما بيسمع باللي حصل بيفتح بس مباشر للو هو بيقاتل. وفي اللحظة دي بنشوف لو هو بينقذ أمه وابنها من التنين متعدد الرؤوس العملاق بقوة تحريك الأشياء بعقله. وبنكتشف ان جو جينجي هي كمان بتتفرج على البث بتاع لو. بعد كده لو بيوجه تركيزه على الوحش العملاق. ولما بنرجع للبوليسين بنلاقيهم اتأكدوا إنه لو مقاتل روحي بعد ما شافوه بيحرك حاجات بعقله، وبيبقوا عايزين يروحوا يقتلوه دلوقتي حالا. ولكنهم بيكتشفوا إنهم لازم يصبروا ويستنوا علشان دلوقتي لو يعتبر بطل بالنسبة لكل واحد بيتابع البث بتاعه، وإن شكلهم هيبقى وحش لو حاولوا يقتلوه دلوقتي. ولما بنرجع للو بنلاقيه قرب من التنين ولكنه بيجمده بعينيه، بس مقاتل تاني بينقذ لو في آخر لحظة قبل ما التنين يقتله. وبنلاقي الجنود بيصوبوا على الوحش إشعاع ثلجي من غاز النيتروجين علشان يجمدوه،
ولكن المفوض بيقول إن التنين مش هيفضل متجمد لفترة طويلة علشان هو أقوى وحش في العالم لأن عنده قوة روحية. وبنعرف إن الوحش معروف باسم الثعبان أبو 9 رؤوس. وفي اللحظة دي لو بيقترح خطة متهورة علشان يجر الوحش للمدينة بطاقته الروحية بما إنه مقاتل روحي ومش هيتأثر بهجمات الوحش زي غيره. ولكن المشكلة إن لو خطته فشلت ناس كتيرة في المدينة هيموتوا، ولكن لو نجح هيقدر يحمي أكبر عدد من المواطنين. بعد كده لو بينطلق في المدينة وبيجذب الوحش وراه، والمباني بتبدأ تتدمر حواليهم. وفي الآخر التنين بيلحق لو وبيبدأ يوجه عليه طاقة كهربية روحية، وباقي المقاتلين بيقلقوا على لو. ولكن المفوض بيلاحظ إن عين الوحش بقت بيضة وإنه بيتصرف بطريقة غريبة وبيعمل للو سكان. وبنعرف إن لو بيرد الطاقة دي للوحش تاني علشان يقضي عليه. وبنعرف إن اللي بيعمله ده برضه بيبقى فيه خطر عليه، ولكنه لو عرف يكمل خطته الوحش هيموت. وفي نفس الوقت بنعرف إن باقي المقاتلين مش قادرين يساعدوا له علشان الطاقة بتاعة الوحش بتنفرهم ومش بيعرفوا يقربوا منه، وده معناه إن له عليه مسؤولية تدمير الوحش لوحده. ولما بنرجع للبوليسن بنلاقي بول بيقول إن له لازم يفضل مركز طول الوقت علشان يقدر يعكس طاقة الوحش ليه بتوازن. فناينا بتخترق بدلة لو وبترفع درجة حرارته، فلو بيفقد توازنه والوحش بيفلت من انعكاس طاقته عليه، ولو بيفقد كل قوته وبيقع، والوحش بيهجم عليه بصعقات برق واللي لو بيحس أكنها سيوف بتخترق جسمه. وباقي المقاتلين بيقلقوا عليه وبيقرروا يساعدوه قبل ما الوحش يستنفذ كل طاقة لو ويقتله. وجانجي بيمسك واحد من إشعاعات التلجية بتاعت جنود الجيش وبيوجهها على راس من رؤوس الوحش، ولكنه مش بيستحمل الطاقة المحيطة بيه وبيبدأ يكح دم. وفي اللحظة دي مقاتلين الحرب بيظهروا أخيرا وبيبدأوا يهجموا على رؤوس الوحش، ولو بيتحرر وطاقة البرق بتملى جسمه وهو بيعكسها على الوحش تاني، والوحش مش بيستحمل وبيتدمر. ولما بنرجع للمدرب جانجي بنلاقيه مات ولو بيزعل عليه جدا. بعد كده بنشوف لو في جنازة المدرب بتاعه وبنلاقيه بيوعد نفسه إنه هيبقى أقوى من أي وحش في العالم. وفي نفس الوقت بنلاقي البوليسن بيوعدوا نفسهم إنهم مش هيسيبوا حق ابنهم وهينتقموا من لو. وفي المخيم بنعرف إن 5 مدربين بيجيلهم رسالة من هونج بتعليمات سرية، وال5 بيروحوا ينفذوها. ولما بنرجع للو بنلاقيه لسه بيتدرب في أوضة الجاذبية، وبنعرف من شانج فانج إن الأوضة دي موجودة من آلاف السنين وإنها من صنع حضارة قديمة من الفضائيين، وبنلاقيها بتنصحه إنه يتدرب أكتر علشان تقييمه يزيد ويقدر يستخدم أسلحة جديدة. بعد كده بنلاقي لو بيسأل صحابه عن طريق يقدر يعلي بيها تقييمه، فشاورة بتقوله إن أسرع طريقة لتحسين التقييم هي إن المقاتل يوصل لدور جديد في البرج الافتراضي، ولكنه مش هيعرف يعمل كده دلوقتي لأنه لسه مبتدئ وما عندوش تصريح لدخول العالم الافتراضي ومش هياخده غير بعد شهر. وشي شانج بيقوله إن دلوقتي مش قدامه غير إنه يروح الغابة ويصطاد وحوش، وبيقوله إن 6 مقاتلين بس على مدار السنين قدروا يعلوا تقييمهم ويبقوا من أول 100 في سنتهم الأولى. وبنعرف إن 5 منهم بقى مقاتلين حرب، وإن السادس هو كانديس من عائلة البوليسن. وفي اللحظة دي بنشوف كانديس وهو بيتدرب مع ويليام، وبنلاقيه بيحاربه بكل سهولة وبيغلبه كمان. وويليام بيقوله إنه بالمعدل ده هيوصل للمركز 20 خلال شهر. وفجأة مقاتلة اسمها جانيت بتظهر وبتتحدى كانديس، والاتنين بيبدأوا يتحاربوا. وبنعرف إن جانيت من المقاتلين اللي في طريقهم إنهم يبقوا مقاتلين حرب. وفي القتال بنلاقي جانيت بتقدر تتفادى أغلب ضربات كانديس، ولكن في الآخر كانديس بيكسب وجانيت بتتضايق. بعد كده بنشوف ناينا وهي بتكلم كانديس وبتطلب منه إنه يساعدهم في خطتهم لقتل لو، وكانديس بيتردد علشان مش بيبقى عايز يعمل لنفسه مشاكل في المخيم، بس ناينا بتوعده إنها هتحميه. بعد كده بول بيقوله إنهم عايزينه يتجوز جو جينج علشان يحصل تحالف بين العيلتين، علشان عيلة جو جينج بقت غنية جدا. وفي اللحظة دي بنكتشف إن جانيت بتتصنت على المكالمة، وبنلاقيها بتتضايق علشان هي بتحب كانديس. ولما بنرجع لجو جينج بنلاقيها بتكلم لو، ولكنها بتضطر تقفل بسرعة لما أخوها بيجي يكلمها، وهي ولو بيناموا وهم مفتقدين بعض. وتاني يوم بنلاقي لو رايح يصطاد وحوش في الغابة، وبنعرف إنه مصمم يقتل أكبر عدد ممكن علشان عدد نقاطه يزيد. وبنتفرج على لو هو بيقتل الوحوش بكل سهولة، ولكن فجأة بيلمح برج طويل من جثث وحوش، ولما بيقرب بيلاقي كانديس واقف فوق البرج.
وفي آخر مشهد بنكتشف إن لو وصل للمركز 150 في المخيم، وإن كانديس وصل للمركز 28. وبنلاقي المقاتلين الاتنين بيعدوا جنب بعض بعد ما التقييمات بتاعتهم بتتعلن، وبيبصوا لبعض بتحدي. ولما لو بيحاول يتصل بجي جينج هي مش بترد. وبكده تنتهي حلقتنا النهارده.